نيجي بقى نتكلم على الماتش نفسه ونتكلم فنيا. فنيا يا باشا انت خلينا نبدا كده مركز مركز. اولا انت عندك في خط الهجوم 4 لعيبه، الاربعه كل واحد فيهم لوحده يشيل فرقه. عندك 4 لعيبه قدام يحلوا من على حبل المشنقه ويكسبوا اي فريق، ولازم كل لعيب فيهم كل ماتش على الاقل يجيب له جون. يعني انت عندك اشرف بن شرقي واسامه ابو علي وامام عاشور وجراديشار، عندك 4 كل واحد فيهم يشيل فرقه زي ما قلت. النتيجه اللي انت فزت بيها النهارده نتيجه 1-0، ال4 لعيبه ولا واحد فيهم جاب جول. ده مش مشكله لعيبه، ال4 لعيبه ما يجيبش ولا واحد فيهم جول النهارده، ده مش مشكله لعيبه، خصوصا ان هو ما كانش بيواجه فريق بالقوه المتوقعه او بالقوه اللي تخوف. تمام، هو كان بيواجه فريق يعني منظم مش وحش ولكن مش واو. فاما بقى فريق مش واو وعندك 4 لعيبه بالقوه دي ولا لعيب فيهم يجيب جون، يعني ده اولا كده بسم الله الرحمن الرحيم ده شغل مدرب سيء. تمام، ليه ما فيش انسجام بين اللعيبه؟ اللعيبه دي هم اعتقد ما لعبوش مع بعض ماتشين 3 على بعض، لكن احنا كان عندنا توقف تقريبا حوالي شهر. اللعيبه دي ليه ما اتمرنتش ان هي تلعب مع بعض؟ ليه انت ما اشتغلتش على اللعيبه دي ان هي تبدا بقى تلعب مع بعض ويبداوا يبصوا لبعض ويشغلوا بعض والكلام ده كله؟ ليه ما لعبتش على الحاجات دي؟ فده شغل مدرب. بن شرقي ما كانش ظاهر قوي، جراديشار كان بيتحرك وبياخد كرة وكده، لكن كان بطيء جدا في ان هو يسلم الكرة لاي حد. تمام، وسام ابو علي بيتحرك برضو لكن ما شفتش ان هو بيجيله كرة. تمام، فما فيش انسجام، ال4 كده مع بعض ما فيش انسجام، فدي شغلة مدرب.